اللعيبه لسه ما وقفوش على حد، يعني لسه ما استقروش على حد بالنسبه للتدعيم في يناير، لكن التدعيم هيكون في الخطوط الاماميه بس. زي ما انا قلت لك الاهلي بيبحث على الاطراف قبل بدايه الموسم، وجه برونو سافيو وجه شادي حسين، تمام، او في الخط الهجومي يعني، وخلاص اعتبرهم كلهم حاجه واحده. وده اثر بالايجاب على قفشه واثر بالايجاب على طاهر. وشوف حسين الشحات لما يرجع ان شاء الله هيبقى شكله عامل ازاي، ورامي ربيعه لما يرجع هيبقى شكله عامل ازاي، وهاني لما يلعب هيبقى شكله عامل ازاي، لانه في تنافس يعني. دي النقاط المهمه. ديانج النهارده ما اتمرنش، عنده نزله برد، كانوا شاكين في كورونا، المسحه طلعت سلبيه، بكره هيتمرن بامر الله. ده بالنسبه لديانج. النهارده طلعوا 2 حراس شباب جنب علي لطفي، مصطفى شوبير، حازم محمد وطارق حسن، لان الباقيين موجودين في المنتخبات، شناوي او حمزه او مصطفى مخلوف. عمار حمدي بيقترب من العوده، بكره عندهم تمرين على فترتين في النادي الاهلي، والراجل بيعمل محاضره قصيره جدا لا تزيد عن ربع ساعه. فحاله الملل مش موجوده عند اللعيبه. اكتر حاجه بتضايق لعيب الكوره هي المحاضرات النظريه الطويله، عشان حضراتكم تعرفوا يعني. اللي كان بيعملها موسيماني، القعده مع كولر يا جماعه تشرح القلب. الراجل ده خلاص بقى زميلي، يا دنيا ميلي كمان ميلي، كولر اخويا مش زميلي. لا ما قلتش مش من حقه يا استاذ احمد، انا قلت عبد الله نهجه طول الوقت فلوس، يعني هو راح الزمالك عشان الفلوس، رجع الاهلي لما شيخ ترك اداله فلوس، حتى لو الاهلي عمل الموقف البايخ ده اوكي، مشي راح اهلي جده عشان الفلوس. يعني ايه عشان رجع من اهلي جده البيراميدز والفيلم اللي اتعمل اللي هو خليه حر. لا كلام مش صح، كلام مش صح. ما هو خلاص، ما هو الاهلي قال لك مش هيلعب، يقعد في البيت ولا يروح اهلي جده يلعب، وراح فنلندا ولا راح ماشي مش ممانع. لا اصل انت بتقول له يا فندم راح اهلي جده وعمل عقد. يا جماعه انتوا كده الراجل عبد الله سعيد ده قيمه، والله ابدا انتوا بتهدموا القيم اللي عندنا كده اللعيبه. انت الراجل ده راح من نادي، انا والله انا ماليش علاقه بيه، وما بتكلمش على القيمه الفنيه، انا اقسم بالله شهاده حق، ولا انا بتكلم على القيمه الفنيه، بتكلم على الفلوس. انت بتقول اهلي جده راح عشان الفلوس، ما كان هيعمل ايه؟ الاهلي هو نفترض سيناريو تاني، بعد ما رجع الاهلي قال خلاص احنا اجهش بالبكاء وسكت وهيلعب. طب ما لعبش ليه؟ ما ترد يا كابتن. ما لعبش عشان خاطر دي ودي طريقه الاهلي. طب خلاص سيبه يلعب بقى، ولا يقعد في البيت يعتزل؟ ما راح اهلي جده وراح ولف اللفه دي ورجع البيراميدز، ان الباب الاهلي اتقفل، وبالاوريدي باب الزمالك اتقفل ساعتها. يا عم ده راح عندكم تصور صوره ب 40 مليون قاعدين زنطين على عبد الله السعيد، ولا اصل عبد الله مش عارف ايه، ما اداك على قفاك وخد الفلوس، طلع منها ارباح قد كده ورجع لك بعديها بشهر ونص ولا حاجه. اطلع اعمل، الدنيا تعبانه يا جماعه، قصه خلصانه.